عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة جديدة ليوم جديد في شهر رمضان. إن شاء الله ربي يعطينا قوة إن شاء الله باش نكملوا إن شاء الله مع الصيام والقيام يا رب العالمين لنا ولكم. هنا جبت لكم وصفة اليوم قراطة بدون لحوم، سهل وبسيط. بيسك احنا دخلنا في المرحلة الأخيرة أكيد دوكا، بيسك طيبنا كلش دوكا نبداو نعاودو في المنيو. هنا هذا القراطة يحتاج بصلة كبيرة قطعتها هكذا تقطيع عشوائي، تقدروا تركوها على هكذا. زيت لها 2 حبات تاع الفلفل الطرشي، مرفن تاع طماطم كونسونطري طوماط طماطم مصبرة، 3 مغارف تاع الزيت، شوية تاع زبدة في المقلاة، قليوهم مليح كيما نديرو التقتوكة العادية ديالنا الصيفية، قليوهم مليح. من بعد ندير التوابل، بابريكا، الملح، الثوم برحية، الفلفل الكحل. اكيد ما نتوقفوش منحبسوش على التحريك حتى يتقلى لنا هذه الخضر، بصل وثوم، بصل ومغرفة تاع كونسونطري طوماط والفلفل. اللي يحب الحار يزيد الحار، انا الحار العائلة ديالي ما يحبوش بزاف الحار، نيفيتيه باسكو ما يحبوش ياكلوا الهريسة والحار. تقدروا تزيدوا نص كاس نتاع الماء تاع الماء باش طيب لكم الخضرة. كي طيب لكم الخضرة هذيك زيدوا. انا حطيت انا 3 حبات تاع بطاطا، غسلتها وقشرتها وقطعتها هكذا اون بتي دي قطع صغيرة، وزيد شوية زيتون، الزيتون الأخضر اللي كان عندي متوفر في البيت. كما قلت لكم هذا القراطة بدون لحوم بدون دجاج. بعد ما طابت لي هذيك بطاطا تقدروا تزيدوا شوية ما فقط. كي نطيبوا هذوك الخضرة هذيك من بعد نحطوها نجيبوا البلا يروح للكوشة. حطيت شوية زبدة فيه، حطيت الخضرة ديالي، من بعد جبت هنا 4 عظمات، حطيت بواطة تاع الثوم بالزيت. هذا الثوم بالزيت ولا حتى زوج علب دو بواط يعوض لنا اللحوم والدجاج. والله جا هذا القراطة يهبل بنين بزاف. زيت علبة تاع لا كريم فريش لو ماتر، هذه هي لا مارك اللي نسربي اللي نستهلك في داري. خلطت مليح هادو المقادير البيض ولا كريم فريش والثوم، وزيت التوابل اللي حطيتهم الثوم والفلفل الكحل وشوية ملح، وحطيت على الخضرة ديالي اللي كنت ديجا درتها في البلا وديتها الكوشة. والله جا واحد القراطة واش نقول لكم بدون لحوم. يعني يوجد في وقفة. هنا جيت نحيهم بعد شفتو بلي زيت حمرتهم شوية. تقدروا تزيدوا الفرomage شرائح هذاك شيزي من الفوق لي طرونش دو فرomage. وبصحتكم ان شاء الله تحضروا هذا القراطة باش تبدلوا اليوم من ايام رمضان. جا من داخل بنين، جا طري ما جاش يابس، وتدعوا لي. فعلوا الجرس. سلام عليكم.